العالم. طيب. احتلت العراق واحتلت أفغانستان وسوريا واتخذت قرارات كبيرة جدا بالعالم. طيب. وصارت الشرطي الأول بالعالم. لكن بعد إعادة روسيا والدب الروسي 2011 إلى المواجهة أصبح توازن ومحورين في العالم. الآن المحور الأول اللي يمثل روسيا، إيران، الصين والحليف الجديد تركيا، كوريا الشمالية، هذا تحالف قوي اليوم. هناك تحالف، هذا التحالف لو نأتي على التحالف اللي هو مع الجانب الأمريكي نجد هناك تشتت، هناك مواقف على المواقف اللي يستخدمها الأمريكان. حتى المواقف اليوم عندما استهدفت هذه العملية في العراق لاحظنا ردات فعل حتى من أصدقاء الولايات المتحدة الأمريكية. يعني حقيقة هناك تعاطف كبير بالنسبة للجمهورية الإيرانية. من هذا الرجل من اجى ترامب ولغى الاتفاق النووي الإيراني، إيران بقت متمسكة بهذا الاتفاق 5+1. ترى أن فرنسا وبريطانيا تجد أن إيران هي تسير في الطريق الصحيح، لكن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تريد زعزعة ووضع المنطقة والشرق الأوسط في هذه المنطقة. إذن اليوم أهداف الولايات المتحدة الأمريكية موجودة على أرض الواقع. طيب. كنا لاحظنا احنا بالفترة الأخيرة أصبحت الجمهورية الإسلامية الإيرانية يعني ذو ثقل كبير، ذراع قوي تصل ذراعها أينما تريد اليوم. طيب. صنعت صناعة عسكرية، اتخذت من طائرات موازية إلى الصناعة الأمريكية والتكنولوجيا. جميل. هذا يعني استطاعت أن تدخل إلى عمق مضيق هرمز. جميل جدا. وتصل إلى بواخر وبارجات أمريكية ولم يستطيع الرادارات الأمريكية. وكانت المواقف شهادة على ذلك. بصدد الحديث عن الاتحادات والكارتلات التي حصلت ما بين الدول، أستاذ محسن، موقف الصين وموقف روسيا وموقف كوريا باعتبار أنه هي جهة مواجهة إلى أمريكا، هذا التحالف لا ننسى بأن هذا التحالف هو تحالف مع إيران ضد أمريكا بقطاعات اقتصادية، قطاعات عسكرية. أكيد. لذلك ستكون هذه الدول تأخذ موقف المتفرجم، ستكون هي يد العون موجودة من قبل روسيا، باعتبار أنه الخارجية الروسية والخارجية الصينية تحدثت بتخبط ترامب وعنجهيته في استخدام وجعل السيد قاسم سليماني هدف لإسقاطه أمامها، ولم ينظر إلى تبعات هذا الموقف. هذا الموقف سيذهب بالغالب على متغيرات تحصل مع هذه الدول مع أمريكا أم لا؟ أكيد. شوفوا اليوم التوجه أغلب دول العالم اليوم كما نوهت إن محورين، لكن اليوم هناك دول تميل إلى المحور الروسي الإيراني في المنطقة. كنا لاحظ نحن كوريا الشمالية ودورها اليوم. كوريا الشمالية ممكن أن تستفاد منها الآن إيران حقيقة. طيب. لأن كوريا الشمالية اليوم جعلت من أمريكا درسا للعالم. يعني من الإمبراطورية الأمريكية أضاعت بهذا الرجل الكوري الشجاع الذي واجه الولايات المتحدة الأمريكية. كذلك فرنسا اليوم، بريطانيا، كثير من الدول هي تتوجه مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذه المرحلة. أكيد اليوم أمريكا لا تستطيع في هذه المرحلة بكل الوسائل اليوم وبكل وسائلها إرسال وفود إلى إيران. هناك مباحثات سرية لم تكشف لحد الآن. لجعل إيران الابتعاد عن مواجهة أمريكا. لأن تعرف اليوم الولايات المتحدة الأمريكية إذا واجهت الآن إيران ستكون العواقب وخيمة. ولم تتحملها أمريكا. والمستفيد الأول حقيقة في العالم من هذه الحرب هي الصين، الحليف الأول لإيران. طيب، تسلم الأستاذ محسن. سيكون الختام مع الأستاذ أبو ذو الفقار في ال5 دقائق الأخيرة. السؤال المطروح باعتبار أنه المؤامرات كبيرة جدا منذ تأسيس الحشد الشعبي وإلى الآن، ضغوطات سياسية داخلية، ضغوطات خارجية على الحكومة العراقية أن تحارب الحشد الشعبي، لذلك إلى أن وصلت أمريكا بتحشيد وضرب قطاعات الحشد الشعبي بمخازنه وأسلحته، والآن توجهت